في 3 صفات لازم يكونوا موجودين في أي شخص علشان يكون مفيد للفريق اللي بيشتغل فيه: humble وhungry وsmart. دي ال3 صفات اللي حددها كاتب اسمه باتريك لينشوني في كتابه الأفضل مبيعا The Ideal Team Player أو لاعب الفريق الأفضل. أحسن حاجة في الكتاب حسب ما بيقول النقاد إنه قدر يبسط سؤال صعب ومحير: مين اللي اختاره معايا في الفريق ومين ما اختاروش؟ خلاك تحس إن الإجابة بديهية وبسيطة وملمومة. humble عادة بنترجمها متواضع، بس دي مش ترجمة دقيقة هنا، علشان كده استخدمت مقدر. دي أدق في المعنى اللي الكاتب عايز يقوله من ناحيتين. الناحية الأولى إنه عارف قيمة نفسه وواثق من قدراتها وبيعبر عن ده، وفي نفس الوقت مش بإيجو متضخم، عارف إنه كل إنسان عنده حيز من القدرات وعنده مساحة محتاج يتحسن فيها. ومن الناحية التانية كمان مقدر للي حواليه ومستعد للمساعدة وتقديم العون وقبول النصيحة، مش كل حاجة نفسي. تاني صفة hungry، متعطش، متحمس، نفسه مفتوحة، عنده شغف إنه يعمل حاجات ويساهم. في ناس كتير عندها مهارات بس ما عندهاش نفس. تالت صفة smart، برضو مش المقصود بيها بس ذكي. في ناس كتير ذكية وتعرف معلومات، المقصود بيها يكون منتبه، يعني لماح ويقدر يفهم المهارات. الإنسان اللماح ده بيشوف اللي غيره مش بيشوفه، ودي حاجة كويسة جدا. بس علشان كده لازم كمان يكون لبق، يعرف ايه اللي يقوله من الحاجات اللي لمحها وايه ما يقولوش. لو انت مدير لازم تدرب عينك تختار الناس دي من طريقتهم في الكلام في المقابلة الشخصية وردودهم على الأسئلة. لو لقيت ال3 صفات يبقى عظيم، بس لو لقيت صفتين بس خد بالك. بداية أهم صفة إنه يكون مقدر، متعاون ومتواضع، دي لا غنى عنها. إيه اللي هيحصل لو عندك واحد متحمس ومنتبه بس مش مقدر؟ ده هيطلع لك شخصية بيسموها السياسي الماهر، ذكي ونشيط بس ما عندوش أي اعتبار للآخرين، مراوغ ومتلاعب باللي حواليه، بس في نفس الوقت لأنه ذكي فهو متلون ويعرف يمثل أي دور يحس إنك عايزه منه لغاية ما يترقى. وهو غالبا بيترقى وعمره بيطول وبيكون موت بسمه ضحايا كتير فقدت مجهوداتهم وانت مش حاسس، وبينشر الإحباط وسط الموظفين. تاني حاجة، لو متنبه ومقدر لكن مش متحمس، ده مشكلة عويصة. مش لأنه شرير، بالعكس لأنه محبوب. ده بيسموه المتكاسل المحبوب، كيوت ويعرف معلومات ومتحدث جيد وعلاقته كويسة باللي حواليه، بس ما عندوش حماس، بيعمل يا دوبك المطلوب منه. مشكلته العويصة إنك كمدير مش بتعرف تتخلص منه لأنه بيصعب عليك ولأن زملائه بيحبوه، إنما هو في الحقيقة مخسرك كل يوم فلوس وبينشر ثقافة الكسل والقعدة الحلوة وراحتك بالدنيا. أكيد عارفين النموذج ده. تالت احتمال هو الوحيد اللي ممكن تديله فرصة لفترة معينة علشان يتحسن، ده المقدر المتحمس بس مش منتبه. بالتحديد مش لبق، مش لأنه سيء النية، لأ، لأنه كلامزي، بيدب أحيانا كلامه هو مش قاصد فبيلخبط الدنيا. تديله فرصة لأنه متحمس ولأنه مقدر، معنى كده إنه بيقبل النصيحة وقابل للتحسن. بس لو ما استجابش واتفرد كده وشفت تحسن يبقى بلاش منه. ادي الفرصة لواحد عنده كل المهارات، هو ده الإنصاف.